ترامب نيته بانت للكل وعايز يبوظ الصفقه علنا يا جماعه. ايه لما تقولوا ده يا عمده؟ ده لسه ماضي عليها من يومين، هو لحق يا عم؟ طب اهدى طب وما تتشنكش واسمع العمده واحكم بنفسك. التلكيكه هقولها لكم واحده واحده يا رجاله. التلكيكه رقم واحد، من 3 ايام طلع قال لك الحركه مش عايزه تسلم جثث الرهاين، ولو ما سلمتش الجثث في ميعادها هنرجع تاني للقتال. التلكيكه رقم 2، اول امبارح طلع بتصريح جديد قال لك الحركه لازم تسلم سلاحها بالكامل، ولو ده ما حصلش هنقوم احنا بالمهمه. تلكيكه رقم 3، امبارح بقى طلع قال لك الحركه ما تستهدف المدنيين اللي جوه القطاع، ولو ما وقفتش ده بسرعه احنا هندخل نوقفهم بنفسنا. ايوه يعني ايه يا عمده الكلام ده؟ اقول لك يا حبيبي يعني اما يتلكك واضح جدا انه مش عايز الصفقه تكمل، ولا في تفسير تاني لكل اللي قلته ده؟ ايوه يا عمده طب ليه؟ ما هو كان عايز يخلص الصفقه في الاول. اقول لك لا، هو كان عايز بس يعمل شو اعلامي يمضي الصفقه قدام الكاميرات والاعلام والدنيا كلها تسقف له. ترامب راجل السلام، ترامب هو اللي وقف الحرب ويفوز بجائزه نوبل، لكن للاسف ما خدش الجائزه ولا خد حتى ميداليه بلياردو. ده غير ان كان هدف الرئيس انه يرجع الرهائن احياء عشان يكسب شعبيه كبيره في اسراء، عشان يهيصوا له هناك ويقولوا ده البطل اللي انقذنا. فلما بقى الاثنين اتحججوا بدات التلاكيك، مره يطلع يقول لك اصلهم لازم يسلموا السلاح، ومره تاني يقول لك اصلهم ما جابوش جثث الرهائن كلها. ايوه يا عم ترامب، ما هو جابوا لك 9 من اصل 28 والباقيين تحت الانقاض، وفي ناس منهم ميته من يجي سنتين، يعني اتحللوا يعملوا لك ايه؟ يطلعوا لك الاشباح. والاعجب من كده ان لما النتن طلع قال لك الحركه ما التزمتش بالاتفاق وما التزمتش بالهدنه، ما سلمتناش الجثث في خلال 72 ساعه زي ما قالوا. راح ترامب قال لهم اصل هو الموضوع صعب برضه، الناس عملوا اللي عليهم، الموضوع محتاج معدات وتقنيات فنيه عشان يطلع الجثث من تحت الانقاض. يا عم ترامب انت هتجننا ولا ايه؟ طب ما هو ده نفس الكلام اللي لما تقولوا الحركه انت مع مين بالظبط؟ كلام كله تناقضات. لا، والتناقض الاكبر بقى اللي يفضح مخططهم، ترامب لما طلع امبارح وقال لك اصل الحركه ما تقتل المدنيين جوه القطاع، كان لسه طالع قبلها بيومين وبيقول لك انا على علم ان الحركه اما تخوض قتال ضد عائلات جوه القطاع زي عائله لاسطل ودغمش وياسر ابو شباب، وقال لك هم قالوا لي وانا سمحت لهم بده بشكل شخصي، ودلوقتي طالع يقول لك هم وحشين وهم يقتلوا الناس واحنا هندخل نقتلهم بنفسنا. ايوه يا عم ترامب، يعني خلاص هتبعت الجيش الامريكي جوه القطاع؟ يقول لك لا مش هبعت الجيش ابدا. ايوه امال هتعمل ده بنفسك ازاي؟ يعني هتاخد اخواتك وعيلتك ورجاله وتروحوا تحاربوا انتوا؟ يا راجل ده انت ما فيكش صحه تدوس على بخاخه البيرسول تموت ناموسه. واللي انتوا ما تعرفوش بقى يا رجاله العمده ان في 200 جندي امريكي جوه قاعده سريه داخل اسراء مستعدين يدخلوا القطاع في اي وقت، طبعا دول بشكل مبدئي لحد ما تجيلهم امدادات اكتر. يعني امريكا يا جماعه ما تستعد على ارض الواقع، مش مجرد كلام وخلاص. واسراء نفسها كمان داخله معاهم في التلاكيك بشكل مباشر وواضح. قالوا لك الحركه اما تبوظ الهدنه لانها ما سلمتناش الجثث لحد دلوقتي، ما ادوناش يا معلم ترامب غير 9 من اصل 28. طيب يا جماعه بالراحه بس كده وبهدوء، الجثث دي دلوقتي عشان نعرف نطلعها محتاجين لوادر وامكانيات وحفارات عشان نعرف نطلعها من تحت الانقاض، ومحتاجين كمان تقنيات عشان تحلل ونعرف الجثث دي تبع الرهائن بتاعتكم ولا تبع مين بالظبط. راحت مصر طلع لهم على الخط وقالت لهم انا هحل يا جماعه، انا وقطر وتركيا هنجيب اجهزه بحث وتقنيات حديثه وندخل جوه القطاع نطلع لكم الجثث بنفسنا. اسراء في الاول وافقت وقالت تمام، وبعد كده رجعوا وقالوا لك لا احنا مش عايزين اي قوات اجنبيه تدخل القطاع، والحركه عارفه مكانهم ولازم هي اللي تجيبهم بنفسها وتسلمهم لنا. يا عم انت فارق معاك ايه؟ مش اهم حاجه الجثث بتاعتك توصل لك؟ عرفت يا حبيبي انت وهو حجم التلاكيك وصل لحد فين؟ الاخطر بقى من ده كله اللي عملت اسراء على الارض. رقم 1 منع دخول اي معدات من معبر ابو سالم من الجانب المصري. رقم 2 منع دخول شحنات الوقود. رقم 3 قاطعين الكهرباء ومش عايزين يرجعوها. رقم 4 شاحنات الاكل والمساعدات قللوها. رقم 5 بقى والمصيبه الاكبر معبر رفح اللي هم متفقين في الهدنه وماضيين ان هم هيفتحوه، بعد ما قالوا خلاص هنفتح يوم الخميس، جاي يوم الخميس امبارح ومفيش حاجه اتفتحت، راحت على طول مصر مطلعه بيان رسمي من الهيئه العامه للاستعلامات وقالتها كده بوضوح اسراء اما تخرب الاتفاق في مرحلته الاولى. يبقى احنا كده من الاخر يا جدعان قدام تلاكيك مش مجرد صدفه، احنا قدام طرفين مش عايزين السلام يتم، ولو مشينا زي ما هم عاوزين هنرجع للسلاح والصواريخ والدبابات من تاني. ترامب كان عايز الصوره والشو، والنتن كان عايز يرجع الرهائن احياء، ولما الاتنين حصلوا دلوقتي عايزين يرجعوا للقتال من تاني. بالعقل كده يا جماعه لا النتن ولا الحركه من مصلحتهم ان الحرب توقف. النتن عارف ان لو الحرب دي وقفت هيتحاكم هو وحكومته، هيروحوا في خبر كان، والحركه عارفين انهم هيطردوا ممكن يتحاكموا، مش هيبقى ليهم اي وجود تاني على ارض القطاع ولا في اي حته. يبقى ليه يا باشا يوقفوا الليله؟ واللي ما يعرفش يا جماعه ان دي تلاكيك متعمده يبقى ما يفهمش سياسه امريكا ولا الطريقه اللي لما تلعب بها اسراء. احنا كشفنا كنتن انت وترامب عن نتن وترامب وشاروا له وبعتوا له.